اللي عايز نقط يا سادة، الزمالك رقبته سدادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موسم هو الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك من وجهة نظري. الزمالك المصري يقلب تأخره أمام الزمالك بهدفين إلى فوز بثلاثية. والمباراة دي يا جماعة ما فيهاش كلام كتير نتكلموا عليه، غير إن أنا شايف الأفضل إن هتكلموا عن الحلول إيه، إن الزمالك يطلع من المأزق اللي هو فيه ده. انا قلت قبل كده ان لما الزمالك فاز على فيوتشر قلت لكم دي حلاوه روح، طبيعي انه هيفوز مباراه في وسط مباريات زي ما كل فرق الدوري ما بتفوز مباريات الاخيره على الدوري، ممكن يفوز لمباراه صدفه كده، لكن القاعده ان الزمالك هيبقى نتائجه سلبيه طول الموسم. وده لان العناصر الموجوده السكواد بتاع الزمالك السنه دي هو الاسوأ بالنسبه لي في تاريخ نادي الزمالك. يا جماعه حل في الزمالك ده حل هيلاقي صعوبات كتير. اولا، معظم اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك حاليا تصلح تصلح اللعب في نادي الزمالك. بالنسبه لي يعني اللعيبه دي لو اتسرحت كلها من نادي الزمالك، الاهلي ما فيش لاعب واحد الاهلي ينفع ياخده منهم. انا بالنسبه لي اللهم الا حسام عبد المجيد وسيد نيمار، بعد كده ولا لاعب يصلح للنادي الاهلي ولا يصلح لنادي الزمالك حاليا. بس بقول لكم يعني لو اتسرحهم، لو قلت لكم اتمنى ان هو يجي الاهلي، بالنسبه لي حسام عبد المجيد وسيد نيمار، غير كده ولا لاعب يصلح. وسيد نيمار كمان مش قوي، يعني عايزين الاهلي يجيبوا ما يجيبوش هيبقى عليه خلاف، لكن هو حسام عبد المجيد بالنسبه لي لو اتحط في بقى كويسه في وسط لعيبه كويسه، ده الوحيد اللي يصلح لعب للنادي الاهلي او نادي الزمالك. يعني الزمالك محتاج يفور اللعيبه دي بالكامل، محتاج جهاز فني جديد بالكامل. الزمالك بامانه متدمر السنه دي، وده كله بسبب برضه مجلس الاداره وفريرا، بسبب العشر صفقات اللي كلها تصلح لنادي الزمالك، فلوس كلها طارت في الهواء. اولا التشكيله اللي بدات النهارده محمد صبحي، وده مظلوم، انا شايف ان هو مظلوم، ما نحكمش عليه في وسط البيئه اللي موجوده في نادي الزمالك دي. الونش، انا قلت لكم الونش هو في عزه لا يصلح لنادي الاهلي ولا نادي الزمالك، لان لاعب كورته قليل، واي لاعب كورته عاليه هياكل على الونش ده احلى عيش. بس هو كانت بقول لكم هي كانت ماشيه مع الزمالك في اخر الموسم، والفرقه كلها لعبت الكوره فيها قليلين. احنا حاليا يا جماعه السنه دي الفترة الأخيرة دي مفيش مهاجمين في الدوري المصري، اديك بتشوف هداف الدوري ممكن بتسع 10 اهداف بيطلع هداف الدوري المصري. فبقول لكم مفيش مهاجمين، عشان كده بقول لكم الونش ما تعرفوش تحكموا عليه، لكن الونش كورته قليله وانا شايف لا يصلح لاهلي ولا زمالك. محمود شبانه كورته قليله جدا. عبد الله جمعه بيلعب مباراتين في السنه. عمر جابر ما كانش بيلعب في بيراميدز اساسا، جه يلعب في جايبينه نادي الزمالك. محمد اشرف روقه لا يصلح لعب في الدوري الممتاز. سيف فاروق جعفر لسه بنقول متوسمين، واللاعب ده واخد اكتر من حجمه، وده لسبب الاعلام لان معظم الجماعه المحللين عندنا شايف ان كورتهم قليله جدا. يعني نقول يعني نجموا اللاعب ولسه ما لعبش ولا مباراه، ولا يعني ما حرزش هدف، ما لعبش منتخب مصر، ما حرزش هدفين على بعض، كل واحد يقول سيف فاروق جعفر ده النجم، ده رمضان صبحي الجديد. انا مش عارف بأمارة ايه والناس بتنفخ فيه ليه. انا بقول ممكن متوسمين في انه يبقى حاجه كويسه، لكن لاعب عادي زي اي لاعب في الدوري، ما فيهوش حاجه فذه يعني. لكن هو الاعلام بتاعنا هو اللي بيخلص على اللعيبه بدري بدري. احمد بالحاج ولا بان له اي لمسه النهارده، ولا ظهر في اي كوره، لاعب على قده برده لسه ما ظهرش. احمد سيد زيزو قلت لكم لاعب برده مش اللي هو الاهلي ولا الزمالك من وجهه نظر، وده والله بعيدا عن ان الزمالك واعي السنه، انا شايف لاعب مش مهاري، مش مراوغ كويس. هو انا شايف ده بيلعب باك يمين في اي نادي كبير، او يلعب في اي نادي عادي في الدوري الممتاز، لان لاعب كورته قليل. مصطفى الشلبي ما شفنالوش اي حاجه برده. ناصر منسي برضه ممكن نقوله مظلوم في وسط الباقي ده، يعني ممكن لسه برضه ما يعني ما نحكمش عليهم، او واحد زي ناصر المنسي ده ما نحكمش عليه او بامانه في وسط البيئه دي. التاني محمد صبحي حارس المرمى. البقيه اللعيبه احنا شفناها كتير بدل المباراه 1000. انا شايف ان هم لا يصلحوا لنادي الزمالك. الزمالك يا جماعه الحل فيه هو التفوير، فور الفريق ده، طلع لعيبه الشباب كده كده العمليه ضربت خلاص في الزمالك، مفيش بطوله فاضله للزمالك ينافسوا عليها. الحال ما خلاص جابوا مدير فني زي ما سمعنا الماني، مدير فني جديد. الحال تصعد ناشئين ويشوف هو يحكم على اللعبه دي مين فيهم اللي ينفع يستنى السنه الجديده، وعلى الاقل الزمالك محتاج السنه الجايه 10 صفقات، لان قلت لكم زي ما قلت لكم ال 10 صفقات اللي جم السنه دي كلهم لا يصلحوا اللعب في نادي الزمالك. اديكم شفتوا مباراه الاخرى، الزمالك في السوبر المصري خسر قدام الاهلي، السوبر قدام الهلال السعودي خسرانه، طالع من دوري ابطال افريقيا حصلها الموسم الثالث على التوالي، الموسم في الدوري حاليا تقريبا مش عارف في المركز السابع ولا الثامن. يعني عمليه يعني في موسم تقريبا الاسوء في تاريخ نادي الزمالك، واللي مصعب السنه أنا بقول لكم اسوء، لان الموضوع يا جماعه بقول لكم اللعيبه اصلا لا تصلح، مش بقول لكم لعيبه مثلا مستوى قليل، لعيبه متدلعه، الخامه يا جماعه لا تصلح نادي الزمالك. انت انا بقول لك انت لو مين رجع لمستواه هيبقى حلو في نص الدفاع، مين في لعيبه الزمالك يصلح، يعني لو جاب التوب فورم بتاعه يصلح لعيبه في نادي الزمالك، دونجا ولا اشرف روقه ولا عمرو السيسي، كل يا جماعه مش خامه نادي الزمالك.
الدفاع مين في نادي الزمالك خامه كويسه؟ والله الونش انا شايفه لا يصلح نادي الزمالك، هو في عزه، سيبك انه لسه راجع من الاصابه، حتى هو في عز كورته قليله بالنسبه لي. بس الناس ما هتختلف معايا. محمود شبانه كورته قليله ودي شفناه، ولا محمد شبانه كورته قليله خالص، كورته لاعب لا يصلح برضه نادي الزمالك. يا جماعه الكوره عافيانه، الكوره فيها دماغ، لازم لاعب كورته عاليه. لا ولا لاعب في دول كورته عالي. عمر جابر ما كانش بيلعب في بيراميدز اساسا، جاي يلعب في جابوه ليه في امارات، جابوا نادي الزمالك. باك الشمال مين؟ مفيش غير فتوح، ومش اللي هو يا جماعه انا شايفه برضه مش اللي هو فاز، لاعب كورته حلوه وكل حاجه، لكن مش الباك الشمال اللي بياخد الخط طول المباراه رايح جاي. بقول لكم مفيش لاعب في الزمالك عليه العين. الزمالك محتاج صفقات جديده، محتاج توفير صاعد ناشئين. الموضوع صعب يا جماعه، بامانه في نادي الزمالك، والله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، لان بقول لكم الحلول صعبه. يعني واحد مش مثلا بقول لكم عايز 5 صفقات ولا حاجه، بقول لكم مفيش مدافعين على قد مستوى نادي الزمالك، اللهم الا حسام عبد المجيد لو هو في مستواه. مفيش باك يمين على قد نادي الزمالك، مفيش باك شمال، مفيش لعيبه نص دفاع عشان تصلح نادي الزمالك في اللي موجودين حاليا حتى وما في عز مستواه. الرباعي الهجوم مفيش، مع احترامي لزيزو ولا مصطفى الشلبي ولا بالحاج، لعيبه برضو مش اللي هي بخامه نادي الزمالك بالنسبه لي، وانا مصمم على كده، والناس ما هتختلف معايا في سيد زيزو. انا شايف سيد زيزو يلعب باك شمال يا ما يلعبش في الانديه الكبير، مش لاعب جناح نهائي بالنسبه لي، مش لاعب مراوغ. يا جماعه ايه الميزه اللي فيه؟ مش لاعب مراوغ ما بيديش سروهات يعني، بيدي اسيستات كتير، لاعب عادي مش طبيعي يعني، بس لياقه بدنيه عاليه ولا اكتر ولا اقل. فالزمالك الموضوع فيه صعب، وتاني الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. الزمالك محتاج بدكم حل جذري يفور الفريق ده بالكامل. المدير الفني الجديد ياخد 3 يعني، ياخد منهم كمالة فرق ويطلع ناشئين، وعشان يشوف ويشوف الصفقات اللي هيحتاجها نادي الزمالك السنه الجايه. يجيب السنه الجايه بقى 5 بس يكونوا 5 صح، والسنه اللي بعدها 5 صح، عشان مش هنقدروا نضحكوا على بعض. الزمالك مش في استطاعته يجيب 10 لعيبه على امكانيات نادي الزمالك في سنه واحده، كامكانيات ماديه في اللي احنا بنسمعه اسعار اللعيبه السنه دي والسنين اللي فاتت، الاسعار بقت كلها 20 مليون 30 مليون، فهتبقى الموضوع صعب. على الاقل يجيب 5 لعيبه السنه الجايه مبشرين، السنه بعدها يجيب 5 عشان الزمالك يقوم من الامه اللي هو فيها دي، الوقعه اللي هو فيها دي. الزمالك في الضياع، واقول لكم ما تنتظروش حاجه من الزمالك السنه دي، قلت لكم كده حتى لما فاز على فوتش قلت لكم ما تنتظروش حاجه منه. السكواد ضعيف يا جماعه، اهم حاجه في الكوره هي اللعيبه، العناصر، الادوات، والمدير الفني اللي جايبينه الالماني ده هيعمل ايه في وسط اللعيبه القليله جدا دي؟ بقول لكم يعني لا تاني الناس هتزهق مني في موضوع جوارديولا، ده افضل مدرب في العالم. اول سنه مسك مانشستر سيتي كانت الادوات مش مساعداه، ما خدش الدوري السنه اللي ليستر سيتي خد فيها الدوري الانجليزي، لان ما كانش معاه ادوات. جاب صفقات جديده بعدها خد الدوري. فبقول لكم اهم حاجه الادوات. الزمالك بقى ما فيش فيها الادوات، فانت جايب مدير فني الماني على الاقل صعد له ناشئين، ونشوف هو العناصر اللي ينفع فيها انها تستنى في نادي الزمالك السنه الجايه، ويشوفوا الصفقات الجديده. لكن ما تنتظروش حاجه من الزمالك السنه دي نهائي مع اي مدرب. الزمالك السنه دي ما تنتظروش منه حاجه، لان العناصر مش لا تصلح لعب في نادي الزمالك، حتى هو في عز مستواه لا يصلح لنادي الزمالك. نطلع من نادي الزمالك بقى نخش على النادي الاهلي اللي عنده مباراة قوية إن شاء الله بكرة أمام غزل المحلة في الدوري، ودي المباراة الأخيرة قبل مباراة بيراميدز في نهائي الكأس اللي هتبقى إن شاء الله يوم الاثنين الجاي. وأنا بالنسبة لي أفضل تشكيلة النادي الأهلي في مباراة المحلة بكرة بالنسبة لي هيبقى في حراسة المرمى علي لطفي، بعد ما سمعنا إن خلاص هيريح محمد الشناوي في مباراة بكرة اللي بسبب الإرهاق، هيبدأ رأيي إنه يبدأ بعلي لطفي، وده طبعا مفيش بديل، اللي هو البديل بتاع محمد الشناوي علي لطفي. قلب الدفاع مفيش خلاف على محمد عبد المنعم. أنا تاني بقول لكم بالنسبة لي أفضل مركز حاليا لحمدي فتحي وقلب الدفاع، خصوصا مع تألق مروان عطية في مركز 6 وفي بديل لأليو ديانج. فانت عشان تستفيد من كل اللعبه دي لازم تستفيد من حمدي فتحي في الكور الثابته، لعبه قلب دفاع جنب منعم، وافضل مرام ربيعه وافضل من ياسر ابراهيم بالنسبه لي. ولو مش حمدي فتحي يبقى خالد عبد الفتاح، غير كده يبقى هو هيبقى بقى لاعب رامي ربيعه وياسر ابراهيم. انا مش معاه في الاختيارات دي تمام. اي لاعب فريق هيهاجمك هتشوف فضايح في الدفاع مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. يبقى الافضل بالنسبه له حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع. محمد هاني باك يمين مفيش خلاف عليه. علي معلول افضل اسرع ديفر في مصر، افضل باك شمال في تاريخ الدوري المصري، معلوش خلاف عليه. في نص الدفاع مركز 6 مروان عطيه اللي بامانه يعني لاعب، انا واحد زي ده لازم يعتذر له، انا قلت ما كانش لها لازمه زي حاجه و20 مليون. بامانه لاعب بيثبت نفسه يوم بعد الاخر، وحاليا والله بالنسبه لي يلعب مركز 6 في منتخب مصر اساسا على طارق حامد وعلى اي حد. لاعب كورته عاليه، بصير عالي، بيلعب كورته على طول للامام، لاعب بيقطع كور ما شاء الله. بامانه لاعب تسلم العين اللي شافته. انا ما كنت شايفه في الاتحاد ما كانش شادد عينه، في بدايته مع الاهلي ما كانش شديد نو، لكن مباراه مع الثانيه بامانه افضل لاعب مركز 6 حاليا في النادي الاهلي. وده الواحد لازم طالما اللاعب اثبت كده لازم نقول اللي احنا شايفينه بصراحه. انا في البدايه ما كنتش متفق مع صفقه مروان عطيه دي، لكن مباراه مع الثانيه بامانه حاليا افضل لاعب مركز 6 في النادي الاهلي هو مروان عطيه.
يلعب معاه بقى مركز 8 مين يا جماعه؟ انا في 3، واحد منهم لازم يبدا مركز 8. رقم واحد السوليه، مش هتبدا بالسوليه بالنسبه لي، القندوسي مش هتبدا بالقندوسي، يبقى قفشه، واحد من التلاته يلعب مركز 8. قفشه ما يلعبش 10 هو ولا القندوسي، ده عشان رايي. وده خصوصا مباراه بكره يا جماعه مع المحل، يعني مباراه مش، والدوري انت شايف كل الفرق ضايعه، يعني انت الدوري ان شاء الله بتاع الاهلي بنسبه 99%. ما تجرب حاجات زي ده يا عم كولر، ايه لازمه مروان عطيه هتلعب لي معاه مثلا حمدي فتحي حوالي ده، يبقى انت كده مدرب تقليدي كالعاده. انا رايي ابو لوكا دي امنيات التشكيله الافضل للنادي الاهلي، مروان عطيه يبقى معاه يا اما القندوسي او عمرو السوليه او محمد مجدي قفشه، ويلعب قدامهم في مركز 10 حسين الشحات بالتبادل مع بيرسي تاو، يعني يبقى حسين الشحات على يمينه بيرسي تاو، على شماله احمد عبد القادر. ولو لسه كولر قرر انه يعاقب عبد القادر يلعب محمد الضو كريستو. لازم يا جماعه هنشوف كريستو ده امتى؟ العالم كله بيجيب صفقات باللعب، بتشوف مباراه واتنين بالكتير بتشوف اللعيبه عشان تحكم عليه. ده بقى جاي من بقى شوف من اول الموسم ما شفناش لحد دلوقتي. فانا رايي ان افضل وقت انه يشوف فيه محمد الضو كريستو ده، ويلعب طبعا في راس الحربه المتالق محمود عبد المنعم كهربا. يبقى تاني التشكيل علي لطفي، قدامه اتنين مساكين حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، قدامهم محمد مروان عطيه وواحد من الثلاثي القندوس او عمرو السوليه او محمد مجدي قفشه، قدامهم حسين الشحات، على يمينه بيرسي تاو، على شمال عبد القادر او محمد الضو كريستو، وراس حربه محمود عبد المنعم كهربا. ودي برضو نفس التشكيله اللي انا رايي انها تبدا مباراه بيراميدز في نهائي الكاس، ده افضل تشكيله للنادي الاهلي حاليا في ظل غياب متولي، ولسه طبعا حتى لو رجع مش هيجيب الفورمه بتاعته على طول. فحمدي فتحي عشان تستفيد منه كمان في الكور الثابته، افضل مركز ليه هو قلب الدفاع حاليا في النادي الاهلي، وده رايي. وده يا جماعه في متغيرات الكوره، الكوره مالهاش ثوابت، ممكن بعد كام مباراه 5 6 مباريات اقول لك راي تاني، بس حاليا انا بقول لكم في ظل تالق مروان عطيه عشان تستفيد من واحد زي حمدي فتحي لازم لعبه قلب دفاع بحيث تستفيد منه في الكور الثابته، يطلع ممكن كوره هيد يجيبها لك جول، وفي نفس الوقت لاعب بيقطع كور كويس، واعقل من في الكوره، يعني اعلى من ناصر ابراهيم واعلى من رامي ربيعه بالنسبه لي. وفوق ودي خصوصا إن ده اخر تجربه ليك قبل مباراه بيراميدز في نهائي الكاس. البيراميدز اللي بيحلم باول بطوله ليه، فطبعا هيحارب ان هو ياخد بطوله الكاس، ولسه مخرج من فوتشر من الكونفدراليه، فالروح المعنويه عندهم هتبقى عاليه، فهتبقى مباراه صعبه، فلازم الاهلي يكون في اتم جاهزيه ليه. ولازم اللي يبدا بتشكيله صح. طب يبدا بتشكيله غلط، بيراميدز عنده لاعيبه تستغل اقل خطا، فبروك هتبقى مباراه صعبه، فلازم مباراه المحله دي جهز نفسك لمباراه بيراميدز. ونوعي دي افضل تشكيله، لكن توقعات انه هيلاعب رامي ربيعه طبعا قلب دفاع جنب منعم، وهيلعب محمد مروان عطيه ومحمد عمرو السوليه، تشكيلته الطبيعيه، قدامهم محمد مجدي قفش هو اللي هيلعب مركز 10. انا بقول لكم ده توقعات، لكن الامنيات اللي انا قلتها لكم دي. وبكره هنشوف ان شاء الله كولر هيقرر ايه، والاهلي هنشوف، لكن بتوقعات ان شاء الله اللي كده كده في جميع التشكيلات ان شاء الله هيعدي غزل المحله بكره، لانه خصوصا ان الروح المعنويه عاليه بعد ما هزم الهلال السوداني وصعد لدور الثمانيه في انتظار الوداد او الرجاء او الترجي التونسي. وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ومع النادي الاهلي تكون نهايه حالاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.